ايه الفرق بين الخوف اللي بيحصل لما يكون في خطر بجد وبين نوبة الهلع؟ في الخطر الحقيقي جسمنا بيحمينا علشان نهرب، لكن في نوبة الهلع جسمنا بيعمل نفس الحركة حتى لو مفيش خطر قدامه. يعني ممكن وانت خارج من البيت تحس فجأة ان قلبك بيدق بسرعة قوي، او نفسك ضيق، او جسمك بيعرق، او تحس بدوخة وتلاقي نفسك عايز ترجع بسرعة. ده بيحصل لان جسمك شغل جرس انذار وكأنه بيقول ان في مشكلة، رغم ان في الغالب مفيش اي مشكلة والدنيا امان. ايه بقى الحكاية؟ في 3 نقط. اول حاجة ان في جرس انذار بيغلط. اوقات المخ بيضغط على زرار الانذار بسرعة زيادة فيخلي جسمنا يستعد ويجري او يهرب حتى لو مفيش حاجة بتطاردنا. النقطة التانية ان الهروب بيقوي الخوف. ازاي بقى؟ لما نرجع بسرعة كل مرة المخ بيتعلم ان الخروج بيخوف، فبيكبر الخوف ويبقى بيهرب كل مرة بعدها بشكل أسرع. الحاجة التالتة إن التدريب الصغير بيخلي مخنا يتعلم الصح. يعني لما نواجه الخروج خطوة صغيرة وبنكرر ده، المخ بيبدأ يتعلم ويفهم أنا أقدر وإن مفيش كارثة فعلا. خلينا نروح لخطوة عملية. في حاجة اسمها سلم الخطوات. يعني مثلا هنفتح باب الشقة، ده خوف بسيط. نتمشى شوية في الشارع، ده خوف متوسط. إن نتمشى مدة أطول، ده خوف شديد. عايزك تعمل إيه بقى؟ تمسك أقل خطوة فيها خوف وتقعد فيها شوية قد 5 دقايق وتعمل تمارين التنفس اللي فيها استرخاء، علشان كل ما قعدنا أكتر في نقطة بتخوفنا شوية صغيرين، ده بيعلم مخنا إن الدنيا ما هياش كبيرة قوي كده ولا الدنيا تخوف قوي كده. خليني أقولك إن القلق موجود جوانا كلنا، وإن نوبة الهلع والبانيك هي ممكن تيجي لبعضنا بين حين وآخر، بتظهر فجأة وفعلا هي برضو بتختفي فجأة. وكل ما قدرنا نطمن نفسنا إن إحنا عارفين نتعامل معاها، كل ما ده قلل مدتها وقلل الحدة بتاعتها. أنا محمد علي، دكتور نفساني.